ومعنا من بغداد عبر الهاتف الناطق باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ. دكتور الدباغ، مرحبا بك. هل بالفعل الجماعات المسلحة تسيطر على المعابر الحدودية بين سوريا والعراق حسب معلوماتكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المجموعات مسلحة هجمت على معبر البوكمال يوم أمس الأول مساء، وسيطرت على المعبر ونهبت كل ما فيه، حتى السلك الشائك الحدودي بيننا وبينهم، حتى هذا قطعوه ونهبوه. لا نعرف هل هي مجموعات ثوار أم هي مجموعات مسلحة عصابات سلب ونهب، لكن معبر الآن تم إغلاقه من قبل السلطات العراقية، فقط معبر واحد. لدينا 3 أو 4 معابر رئيسية بيننا وبين سوريا، واحد منها الذي هو معبر البوكمال من الجهة السورية والقائم من الجهة العراقية. معبر القائم تم إغلاقه صباح اليوم واعتبر معبرا مغلقا، بينما معبر الوليد الحدودي الذي يقابله معبر التنف من الجهة السورية هو عامل وشغال، والآن مجموعات من العراقيين يعبروا الحدود، وبعثنا 30 شاحنة لاستقبالهم، شاحنة نقل سيارات لاستقبالهم، بينما النقل من خلال المطارات يستمر. نعم دكتور الدباغ، هل هناك اتصالات وتنسيق مع الجانب الرسمي السوري حول هذا الموضوع؟ نعم، سفارتنا في دمشق تتصل بالسلطات السورية من أجل تأمين عودة الرعايانا الذين يتجمعون في مناطق محددة في دمشق ويتم نقلهم جوا الآن. نعم. نحن استغنينا عن النقل البري لأن البر يبدو أنه مناطق أحيانا غير آمنة، تعرض المواكب هذه لعصابات سلب ونهب، وهي هذه الحالة حقيقة يعني ليست من خلق الشعب السوري، وإنما يبدو أن مجموعات عصابات مسلحة تحاول أن تسلب هؤلاء المواطنين الفارين، يعني فقط لا يحملوا شيئا وإنما يتعرضوا، وسيارات النقل أيضا تعرضت لإطلاق رصاص يوم أمس. لذلك نعم دكتور، بالنسبة يعني للمعابر، هل هناك تنسيق مع السلطات السورية بالنسبة لاستعادتها، خاصة معبر البوكمال؟ والله سيدتي لا يوجد أي تنسيق، لأن الحقيقة الجزء الثاني لا توجد به الآن قوة نظامية من السلطات السورية، فإحنا أثرنا أن نغلق ولا نسمح لأي طرف بالعبور. لكن الشيء الملفت أن هناك معبر صغير في المناطق الشمالية في سنجار تعرض بعض الضباط فيه إلى حوادث مؤسفة من قبل هذه الجماعات، ومثلوا بهم فلجأوا إلى قواتنا لطلب الأمان. نعم. وبصورة غير رسمية. الموقف ليس بأيدينا ولا نستطيع أن نخطو داخل المناطق الحدودية السورية، لأن هذه حدود دولية، ولا توجد أي اتصالات لحد هذه الساعة في معبر البوكمال، وإنما يعتبر مغلقا من طرفنا. طيب دكتور، كيف سيتعامل العراق مع هذه الأحداث، وهل يمكن أن تقوم القوات العراقية بأعمال عسكرية ربما ضد هؤلاء المسلحين؟ والله الآن هناك قصص حقيقة مؤسفة يرويها العراقيون العائدون عن تعرضهم لحوادث كثيرة من هذه العصابات المجرمة. نحن نحاول ضبط أعصابنا ومسك أنفسنا ونحاول أن نتصرف كدولة مسؤولة، لكن هذه المناطق الحدودية إذا تعرض رعايانا داخل مراكزنا الحدودية، إذا تعرضوا إلى أي أذى فبالتأكيد نحميهم ونقطع يد أي شخص تصلهم بالأذى. هؤلاء عصابات ليسوا ثوارا، العصابات التي تتعرض للناس الآمنين هم ليسوا ثوار ولا يمثلوا أي قضية. لذلك يهمنا أمن مواطنينا، ونتمنى على كل الفصائل المعارضة أن لا تسمح لهذه الجماعات المنفلتة، الجماعات التي لا تحمل أي معنى سياسي، أن تتعرض لمواطنين آمنين بهذه الطريقة. نعم، الناطق باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا.